صديقي العزيز، في الفيديو ده هعرفك كل شيء محتاج تعرفه عن أول وتر نتعامل معاه مع بعض على الكمانجة، وهو وتر السول. احنا دلوقتي عارفين كل حاجة محتاجينها للكمانجة بتاعتنا، عارفين ازاي نظبطها، عارفين ازاي نتعامل مع المفاتيح، عارفين ازاي نحط علامات عشان نعرف الأماكن. ما فاضلش غير إننا نعزف، وعشان أقدر أعزف محتاج الأول أعرف الأوتار ومكوناتها إيه بالظبط. فالنهاردة هندرس مع بعض أول وتر نتعامل معاه في الكمانجة، وهو وتر السول. وتر السول يا صديقي هو أضخم وتر في الأوتار بتاعت الكمانجة. لو أنا ماسك الكمانجة على كتفي الشمال هيكون هو الوتر اللي فوق خالص، وبيكون من أحد أسهل الأوتار اللي أقدر أتعامل معاها، علشان مش هخبط بالقوس في الوتر اللي فوقيه ولا أي شيء. تعالى نشوف إزاي نقدر نشتغل على الوتر ده ونعرف النغمات اللي موجودة عليه. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل، وللي مش واخد باله لأن معظم الناس ما تعرفش ده، احنا دلوقتي عندنا بلاي ليست كاملة للكورس بتاع الفايلن تقدر تتعلم عن طريقه الفايلن من البداية خالص لحد ما وصلنا دلوقتي. أنا اسمي مستر محمود عقل من معهد بلوز. أول حاجة لازم تعرفها هو ليه الوتر ده اسمه وتر السول. وتر السول اسمه كده لأنه بديهي جدا وبيطلع وهو حر، يعني من غير ما ادوس على أي حاجة بإيدي الشمال بيطلع نغمة اسمها سول، فعشان كده بنقول عليه وتر السول. يبقى أنا لو لعبت الوتر الأول حر هيطلع لي نغمة اسمها سول. طيب هل معقول إن أنا هفضل ألعب عليه سول بس؟ لا، النغمة بتتغير لو أنا دوست على أي مكان في أماكن الإيد الشمال اللي إحنا كنا لسه معلمينها في الفيديو اللي فات. يا ريت ترجع تشوف الفيديو اللي فات. أول حاجة لو جيت أجرب وتر السول وهو حر من غير ما أدوس على أي حاجة بإيدي الشمال زي ما اتفقنا، هيكون صوته عامل كده. لكن لو أنا خدت الصبع رقم 1 في الإيد الشمال، في إيدي الشمال هستخدم 4 صوابع، هعدهم من أول الإندكس ده السبابة، هقول عليه رقم 1 2 3 4، وعندي 4 خانات على الكمانجة بتاعتي لو شايفهم. كل صوبع من الصوابع الأربعة بتوعي المفروض يتولى مسؤولية خانة من الخانات دول. فأنا لو لعبت الوتر حر وكان اسمه سول، ولو جيت أخدت الصبع الأول ده اللي هو الإندكس وحطيته على الخانة الأولى على نفس وتر السول بالشكل اللي أنت شايفه كده دلوقتي، النغمة بتاعتي هتتغير، هتطلع نغمة جديدة اسمها لا. يبقى وانا حر كده مش دايس على اي حاجه، النغمه اسمها سول. لو عايز اغير النغمه هدوس بالصبع الاول على العلامه الاولى فيبقى اسمها لا، يبقى عندي سول لا. لو شلت صبعي تبقى سول، وانا حاطط صبعي تبقى. اول حاجه انت محتاج تعملها هي انك تجرب نغمه لا، تكون دايس كويس على الوتر، مش بقوه قوي عشان صبعك ما يوجعكش، لكن برضه ما تبقاش لامس الوتر، لا انا عايز الزقه في الخشب بالشكل ده كاني ضاغط عليه. هنتفق ان ده اسمه عف. عف الوتر معناها ان انا بدوس على خانه معينه واتك عليها بحيث ان الاوتار تمسك في الخشب. تعالى نراجع تاني مع بعض. اول نغمه على الوتر حر اسمها سول. لو حطيت صبعي على الخانه الاولى هيكون اسمها لا، يبقى عندي سول لا سول لا. المفروض دلوقتي انت تروح تبراكتس النغمتين دول الاول وتبدل ما بين السول واللا. قوس كامل نازل على سول قصاده قوس كامل طالع على لا. لو خلصت، لو قدرت تلاقي صوتهم كويس، تعالى ننقل على النغمه اللي بعد كده. النغمة اللي بعد كده بالصبع التاني في الخانة التانية هيكون اسمها سي. يبقى عندي سول لا، ولو حطيت الصبع التاني هيبقى اسمها سي. نصيحة بسيطة مني، لو انت لعبت سول وبعديها لا وهتحط الصبع التاني عشان تلعب سي، وده ضروري جدا، بلاش تشيل الصبع بتاع اللا. يعني كأني هحط الصباعين مع بعض، سول وبعدين لا وبعدين سي. مفيش داعي اني اشيل الصبع بتاع اللا عشان العب السي، لكن لازم اشيل الصبع بتاع السي عشان العب اللا. يبقى انا هلعب سول لا واسيب اللا زي ما هي واحط السي.
وسي. النغمة الثالثة هتكون بالصباع رقم 3 على الخانة الثالثة بالشكل ده. يبقى كده عندي 3 نغمات معفوقين وواحدة حرة. صول، لا، ما اشيلش صبعي من على لا، اخليه وادوس سي، دو، ولو حابب ارجع تاني العكس، دو، وبعدين اشيل الدو عشان العب سي، اشيل السي عشان العب لا، واشيل اللا عشان العب صول. كده عندي 4 نغمات خدتهم لحد دلوقتي: صول، لا، سي، دو. حاول تشوف معايا الصوابع. ادي صول حر ما بدوسش على اي حاجه، لا على الصبع الاول او في الخانه الاولى، سي في الخانه الثانيه، الدو لازق في السي عشان تبقى واخد بالك، الدو لازق في السي بالظبط، يعني يا دوب صباعين لازم يبقوا راكبين على بعض كده بالشكل ده. اخر واحده معايا بالصبع الصغنطط هتكون اسمها ري، هي الخانه الرابعه، وهلعبها بالصباع الصغير ده. فهتبقى صول، لا، سي، دو، ري. شكل ايدي المفروض يكون عامل كده بالظبط. اول حاجه انا مش بسند ابدا الجزء ده، ما بيمسكش الكمانجه، لازم الكمانجه تبقى حره في ايديا، وبعدين صوابعي اخد الكيرف ده كده علشان اقدر احط الاول والتاني التالت والرابع اذا حبيت. مهم جدا صوابعي تبقى متنيه كده عشان ما تبقاش مريحه على الاوتار اللي تحتيها، فما تبقاش فلات على الاوتار اللي تحت. ودلوقتي دي السؤال المهم: ازاي اذاكر ال5 نغمات اللي انا اتعرفت عليهم دلوقتي؟ اول حاجه تبدا تعملها هي انك انت تحفظ كل نغمه بمفردها، يعني تبقى عارف النغمه دي اسمها ايه، النغمه دي اسمها ايه، النغمه دي اسمها ايه، النغمه دي اسمها ايه، بالتخيل كده، يعني اقصد من غير حتى ما تنفذ بايديك، تبقى بس قادر تقول بمخك ان الخانه الثانيه اسمها سي، الخانه الرابعه اسمها ري، الخانه الاولى اسمها لا، طب الوتر حر اسمه صول. ده كونسبت مهم جدا انك تدخله جوه دماغك وتحفظه قبل ما تبدا تتمرن فعلا بقى بالعزف. يبقى بعد ما تحفظ النغمات كويس جدا تبدا تعمل حاجه مهمه جدا اسمها تمرين السلم. لو انت خدت بالك هتلاقي ان النغمات بتاعتي مترتبه ورا بعض: صول، لا، سي، دو، ري، صول، لا، سي، دو، ري. كل اللي انت محتاج تعمله انك انت تطلع على السلم ده بالترتيب كده، تلعب صول، لا، سي، دو، ري. طلعت لاخر سلمه فوق هتروح نازل تاني تلعب ري اللي هي اخر واحده انت لعبتها، هتبدا بيها المره دي فتبقى ري، دو، سي، لا، صول. مع الوقت هتلاقي الحركه دي بقت بالنسبه لك اوتوماتيكي، لكن ده مش معناه انك تبدا تعملهم بسرعه او بشكل عشوائي، لا، اعملهم الاول بالترتيب زي ما اتفقنا كده، وقوس كامل على كل وتر: صول، لا، سي، دو، ري. وبعدين اللي انا قفلت بيها اللي هي ري هلعبها تاني: ري، مطلوب منك انك تعمل ده حوالي مثلا 10 دقائق يوميا لمده اسبوع كامل، هتلاقي ايدك اتعودت عليهم جدا وبتلعبهم بشكل سلس من غير مشاكل. لكن كبدايه لازم تبدا التمرين ده ببطء جدا وبتركيز، من غير تزييق، من غير ما صبعك مثلا ينزل في المكان الغلط قبل العلامه بشويه، بعد العلامه بشويه، او يحصل تزييق في القوس، او يحصل عدم تزامن ما بين الايد اليمين والشمال فيحصل اصوات احنا مش عايزينها. طبعا الموضوع ما بيكونش سهل في البدايه، انت بتاخد وقت شويه عقبال ما تتعود على ده، فانا طبعا موجود عشان اجاوب على اي اسئله تواجهك او اي مشاكل احاول اساعدك في انك انت تحلها. المره اللي بعد كده هنتعلم مع بعض ازاي نعزف اول لحن بسيط صغير لينا على وتر الصول بس ب3 نغمات، لكن ده في الفيديو اللي جاي.